الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك المنتقم الفرج. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا غريب سيدي ومن مثلك غريب. يا مظلوم كربلاء روحي وأرواح من في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة. مولاي ما خاب من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إن يوم الحسين أقرح جفوننا. مولانا الإمام الرضا يبين ما الذي جرى في يوم كربلاء، يبين الجرح اللي ما ينتهي إلى يوم القيامة، جرح آل محمد، جرح آل الزهراء حسين. إن يوم الحسين أقرح جفوننا. هواي كلمة تألم، يعني الإمام الرضا يقول هذا حالنا، جفوننا مقرحة، جفوننا مجرحة من كثرة البكاء على أبي عبد الله الحسين. يعني هذا حال مولاتي أم البنين، تقرحت جفونها. بل الروايات تقول مولاتنا أم البنين بكت على الحسين حتى فقدت بصرها.
إلى يوم رحلت وهي تنادي ولدي حسين. لهفي على أم البنين أتت إلى الناعي. لهفي على أم البنين أتت إلى الناعي والدموع غزار غزار. لما دخل الناعي بشر بن حذلم دخل إلى المدينة وهو ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. لهفي على أم البنين أتت إلى الناعي والدموع غزار. هيا افرجوا لي كي أسائله. مولاتي أم البنين تقول هيا افرجوا لي، هيا افرجوا لي كي أسائله. علي من تسألين سيدتي عندك أولاد بكربلاء فاقدتهم؟ قالت هيا افرجوا لي كي أسائله عن السبط الذي هو للفخار فخار. أخبرني عن الحسين هل هو حي أم ميت؟ فأجابها السكون تهيئ قلبك، هاي أم البنين وجاي تسمع المصايب مصيبة بعد مصيبة. فأجابها نوحي على أولادك يا أم البنين، عندك أولاد راحوا بكربلاء. فأجابها نوحي 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 على أولادك الصيد الكمات ومن هم الأقمار. قالت له قل لي عن ابن المصطفى، هل سألتك عن أولادي؟ أخبرني عن الحسين. قالت له قل لي عن ابن المصطفى. يا عمنا ما هو للهدى المختار. يا رويو. فأجابها، اسمع حرقة القلب هنا. فأجابها نوحي على العباس يا أم البنين. فأجابها يا نوحي على العباس قد قطعت يمين منه ثم يسار. أيوا عباس قالت له قطعت قلبي حسرة وحشاشتي فيها تشب النهايا. يا رويو. قال لها اسمع المصيبة العظمى. فأجابها قتل الحسين. أيوا حسينا الجسم منه بكربلاء يا مضرج والراس منه على القنايات يدار. ماجورة يقلها بجعفر
ويلي ماجورة يقلها بجعفر وعون، تقل الكل فدا الحسين يرحون، يقلها وعبد الله غدا وياهم فرد كون، تقل الفخر ريحانة المختار هنا لجمة القلبها، يقلها انشت العباس اشتقولين، والانثنت وتقول قل بقرة العين، اخبرني عن الحسين هل هو حي ام ميت، ولا حط يد على راسه وصاح يا حسين، ونتك ها ويا ام البنين، حط يد على راسه وصاح يا حسين، وهي حسين صاحت يا ذل الصار يا يم، ودرتها درت بأولادها راحوا فدوى للحسين، قالت أنا عندي بس أمنية وحدها، قالت بلكت يرد سالم للأوطان، وأقول به جرح الأربعة هان، شنو أمنيتك يا أم البنين؟ قالت لو أن ندرب حليبي هالوفا كان، بعد ربيت لك يا حسين خوان، بعد ربيت لك يا حسين خوان، لا تدعوني ويك أم البنين، تذكريني بليوث العرين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه، قال يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين لإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويجعلنا وإياكم من الطالبين بثأر أجداده الطاهرين، بثأر سيد الشهداء تحت رايته المقدسة، ببركته وبركة الصلاة العاليات على محمد وآل محمد. أعظم الله أجوركم وأحسن الله لكم العزاء. هنيئا لكم هذه المواساة، هنيئا لكم هذا الجمع المبارك تحت خيمة مولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ونحن في جوار سيد الشهداء سلام الله عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المواسين لهم بمصائبهم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين لهم ومن مجاوريهم في الدنيا والآخرة. ليلة عظيمة، ليلة رحلت فيها امرأة عظيمة. هذه المرأة تركت أثرا في قلوب أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأثرا كبيرا في قلوب أشياع أهل البيت، شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في كل مكان. لا يوجد مكان فيه شيعة إلا وفيه ذكر لمولاتنا أم البنين صلوات الله عليها. والعجيب أن هذه المرأة الطاهرة تذكر في كل يوم، ذكرها مستمر، ندبة لها، بكاء عليها، مجالس لها، نذورات لها،
الفاتحة تهدى إلى روحها، تطلب الحوائج منها، المجالس اللي تعقد لها. ما من مصيبة من مصائب سيد الشهداء إلا وأم البنين حاضر، بحيث خصصت لها ليلة من ليالي 10 الأولى من شهر محرم الحرام، مع أنها لم تحضر بشخصها في كربلاء، في حين هنالك كثير من الشخصيات اللي حضرت في كربلاء ما تعقد لها ليالي خاصة بها. النساء الطاهرات اللي حضرن في كربلاء على عظمة مقامهن ومنزلتهن العالية الرفيعة، مع ذلك لا تعقد لهن ليلة خاصة لذكرهن صلوات الله عليهم أجمعين، لكن أم البنين خصصت لها هذه الليلة. السؤال: لماذا؟ ما هو سر العلاقة مع أم البنين؟ هذه العلقة اللي في قلوب المؤمنين مع مولاتنا أم البنين سلام الله عليها من أين جاءت؟ إذا كان هنالك مصداق واضح للوجاهة الحسينية الذي نطلبه جميعا، أنا وياكم نطلب الوجاهة، اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. إذا كان هنالك مصداق على أرض الواقع لهذه الكلمة فهي مولاتنا أم البنين سلام الله عليها. ما يخفى عليكم هذه القضية ما تحتاج إلى شرح واحد يفصل بها. وجاهة أم البنين بالحسين عليه السلام واضحة لكل الناس، لكل من ينظر إلى هذه المرأة العظيمة. السر وين؟ هذه العلقة اللي نشأت بين المؤمنين وبين مولاتنا أم البنين صلوات الله وسلامه عليه. هل لأنها فقدت أولاد؟ ولعل البعض يقول أنها فقدت أولاد في كربلاء، غيرها من النساء ما فقدنا أولاد؟ اللي حضرنا بكربلاء ما فقدنا أولاد؟ مولاتي ليلى، مولاتي رملة، نساء الطواهر اللي شافن أولادهن يقطعون بالسيوف إربا إربا، مو تقليل من مقامهن أبدا. لكن شنو سر أم البنين سلام الله عليها؟ ليش فقدت أولاد؟ الباقي أيضا فقدن أولاد. زين، البعض يقول لأنها زوجة أمير المؤمنين صلوات الله. فعلا زواجها من أمير المؤمنين مو قضية هينة، مو خصوصا أن المولى أمير المؤمنين هو الذي اختارها، واختارها لمهمة عظيمة. قال لي أتزوجها فتلد لي غلاما فارسا ينصر ولدي الحسين في كربلاء. كربلاء رسمت بأيادي المعصومين، أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين هم الذين رسموا كربلاء، شخصيات كربلاء هم الذين رسموا، أمير المؤمنين هو الذي صنع أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حامي الحسين، درع الحسين، يمين الحسين، عضد الحسين. أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه صناعة أمير المؤمنين، هو الذي صنعه، وصنعه لسيد الشهداء خاصة. أمير المؤمنين اختار هذه المرأة الطاهرة. هسه قد يقول قائل أنه وجود هذه المرأة في بيت أمير المؤمنين يعطيها عظمة أو لا يعطيها عظمة؟ قطعا يعطيها، مو كل من يكون في بيت المعصوم له هذه العظمة، وإلا أكو نساء تزوجهن سيد الكائنات، سيد الأولين والآخرين، رسول الله صلى الله عليه وآله، بعض زوجاته ملعونات. وإلى اليوم أنا وياك ما ننفتل من الصلاة، ما نخلص صلاتنا إلا ونلعن 4 من الرجال و4 منين؟ من النساء. نلعنهم ليش؟ هو النساء اللي نلعنهن بعضهن زوجات رسول الله، عائشة، حفصة، مو زوجات لرسول الله وكنا في بيت رسول الله، لكن ملعونات ليش؟ لأن خانن رسول الله صلى الله عليه وآله، لم يكن على طريق رسول الله. لكن مثل مولاتي أم البنين سلام الله عليها، هاي المرأة الطاهرة، شوف كلمة واحدة تكفينا نعرف مقام أم البنين سلام الله عليها ونكشف سر العلاقة. سأنا وياك قد نتعامل ويا أم البنين صلوات الله وسلامه عليها أنها باب للحوائج، مو الشكل كلنا شو نقول؟ باب الحوائج، تمام لو لا؟ شنو يعني باب الحوائج؟ الآن لما تطرق أسمعك هذه الكلمة مولاتنا أم البنين باب الحوائج، شنو الحوائج؟ الحوائج واحد مريض يريد له حاجة، واحد محتاج فلوس، واحد محتاج بيت، مو هاي عادة هذه جيد، هذه أمور جيد تطلب منهم صلوات الله عليهم أجمعين. لكن حاجتنا لأم البنين سلام الله عليها، حاجتنا الحقيقية مو هذه.
حاجتنا الحقيقية وأهل البيت هم الذين صنعوا هذه الشخصيات لنا. حاجتنا الحقيقية راح أذكرها، وسر العلاقة هو هذه حاجتنا الحقيقية لأم البنين هنا تكمن. سر علاقتنا بأم البنين هنا تكمن. شوف في زيارة عاشوراء أنت تقرأ: فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم، وبعد شنو معرفة أوليائكم. منو أوليائكم؟ الآن احنا نرددها، نقراها يوميا زيارة عاشوراء. أكرمني بمعرفتكم واضحة، معرفة الحسين وآل الحسين، فاطمة وآل فاطمة، محمد وآل محمد، لذكرهم أعلى الصلوات. اللهم صل على محمد. لكن معرفة أوليائكم شنو؟ قد يقول قائل: معرفة أوليائكم يعني معرفة الشيعة. يعني هل واجب علي أنا أعرف كل شيعة العالم؟ ما يقول بهذا الأمر قائل. إذن منو أولياءكم اللي واجب علي أعرفهم مثل ما واجب علي شنو؟ أن أعرف أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأن معرفتهم جزء من عقيدتي، جزء لا يتجزأ. بل إن لم أعرف هؤلاء الأولياء لا أستطيع أن أعرف آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هنا قضية مهمة جدا. منو هؤلاء الأولياء؟ هؤلاء الأولياء مثل مولاك العباس سلام الله عليه، مثل مولاتك الحوراء زينب صلوات الله عليها، شهداء الطف أهل البيت، أولاد الأئمة، بعض أولاد الأئمة اللي أشارت لهم الروايات وإلى عظمتها، مولانا أبو طالب، مولانا عبد المطلب، عمومة رسول الله صلى الله عليه وآله، مولانا الحمزة سيد الشهداء، أجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هؤلاء كلهم من الذين يجب علينا أن نعرفهم. فهنالك اختيار، أئمتنا اختاروا. مر عليكم هاي الروايات: أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا شنو؟ نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. عجيب. يعني أمر أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين مو كل واحد يقول إلا ملك نبي مرسل. يعني شنو نبي مرسل؟ يعني أكو أنبياء ليسوا بمرسلين، نبي بس مو مرسل، ما عنده رسالة، لأن الأنبياء أصحاب الرسالة قليلين بالنسبة إلى باقي الأنبياء. الرواية تقول أكو أنبياء مو مرسلين، ذولي بعض أمور أهل البيت، بعض مقامات أهل البيت ما يحتملوها، أنبياء. وأكو ملائكة بس مو مقربين، لأن الملائكة مو كلهم مقربون، بعض الملائكة مقربين وبعضهم ليسوا بمقربين، مليارات من الملائكة. هنالك فئة خاصة من الملائكة اللي تحتمل أهل البيت، تحتمل أمر أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. زين، بعد لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو شنو؟ مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. أكو مؤمن مو ممتحن، ما يحتمل كل شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. فبعض الأمور لا يحتملها إلا المؤمن الممتحن. زين، هسه هذه خليها ببالك، هذا مستوى من المستويات. بعدين يجي مستوى ثاني، شي يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا مؤمن ممتحن. عجيب، لا نبي مرسل. هسه احنا بذاك المستوى شنو قلنا؟ الأنبياء المرسلين يحتملون ذاك المستوى، الملائكة المقربين يحتملون ذاك المستوى، المؤمنين الممتحنين يحتملون ذاك المستوى. هذا مستوى آخر. الإمام يقول: لا، أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل لا ملك مقرب لا مؤمن ممتحن. إذن من يحتمله؟ شوفوا العبارة المهمة اللي تفيدنا في علاقتنا بمولاتنا أم البنين سلام الله عليه. شنو قال إمامك؟ قال: يحتمله من شئنا. أكو أشخاص إحنا بتعبيرنا شنو؟ إحنا نلقطهم، إحنا نختارهم، إحنا نصطفيهم. اصطفاء من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يصطفون بعض الناس يحتملون أمر آل محمد ويكونون وجها لآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين إلى الخلق. هؤلاء هم وجه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. اللي نفس الراوي اللي نقل هذه الرواية ايش يقول؟ حتى منا نعرف مقام أم البنين سلام الله عليه. يقول: هنا عرفت، نفس الراوي اللي نقل هاي الرواية يقول: عرفت من شئنا. هذا مقام من شئنا، من شئنا اللي احنا نختارهم، اللي هم لا أنبياء مرسلين
ولا ملائكة مقربين ولا مؤمنين، يعني فوق ذول كلهم اللي هم من شئنا، اللي هم أعلى. يقول هنا عرفت أن هنالك أفضل من الأنبياء المرسلين، وأفضل من الملائكة المقربين، وأفضل من المؤمنين الممتحنين، وهم من شئنا. من شئنا اللي هم يلقطهم الإمام، يصطفيهم من هذا الخلق، من هذا الوجود. زين. طبعا أكو مقام آخر ومستوى آخر، الإمام يقول أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله لا نبي مرسل لا ملك مقرب لا مؤمن ممتحن. يقول له منو يحتمله؟ قال له نحن فقط. أكو أمر خاص بي. يا علي ما عرفك إلا الله وأنا، خلص هذا باب مغلق لا يلجه سواهم صلوات الله عليهم أجمعين. زين. هسه السؤال هنا، أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين لماذا يختارون هؤلاء اللي هم من شئنا، اللي أنا وياك نخاطبهم بزيارة عاشوراء، فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفتي أولياءكم. ذول إلمن يختارهم الإمام سلام الله؟ شي يريد؟ شنو حاجة الخلق لهؤلاء؟ أنا أقول أنا عرفت سيد الشهداء، وأنا أتعرف إلى سيد الشهداء لأن من عرفهم فقد عرف الله، وانتهت القضية. الإمام يقول لا، ذول أيضا جزء من معرفتك. إن لم تعرف العباس لم تعرف الحسين، إن لم تعرف الحوراء زينب صلوات الله عليها لم تعرف سيد الشهداء، إن لم تعرف الثلة الطاهرة الأنوار إذا ما تعرف مولاك أبو طالب تقدر تعرف أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ما ممكن. ولذلك أنا وياك نقرأ في زيارة العباس صلوات الله وسلامه، الله يرزقنا وإياكم زيارته دائما وأبدا، ونقف على أعتابه الطاهرة ونردد هذه العبائر الشريفة. لما نسلم على العباس هنالك فئات نلعنهم في زيارة العباس، أكو أصناف راح نلعنهم في زيارة العباس. منه؟ لعن الله أمة قتلتكم ظلمتكم قتلتكم بالأيدي والألسن، لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. بعد شي تقول؟ ولعن الله من جهله. إذن الجاهل بحق العباس ملعون كما أن قاتل العباس ملعون، الجاهل بحق العباس ملعون كما أن مانع الفرات عن ماء عن العباس أيضا شنو ملعون. إذن هذه الذوات المقدسة مثل مولاك العباس، مثل مولاتك أم البنين سلام الله، لازم تعرفهم، لأن بدون معرفتهم ما راح تصل إلى معرفة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. زين. السر وين؟ شنو يعني الوجوب واللزوم في معرفتهم وين؟ أكو عدة جوانب. الجانب الأول اللي من خلالهم نعرف أهل البيت صلوات الله عليهم. الجانب الأول أننا إذا عرفنا مقام العباس سلام الله عليهم أجمعين، إذا عرفنا مقام أبي الفضل العباس، فقطعا مقام سيد الشهداء أعلى وأعلى 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 بكثير، نصل إلى هاي المستوى اللي الإمام راده. أنت لما تتكلم عن العباس، أنا اليوم فقط من مقطع واحد من زيارة العباس صلوات الله وسلامه عليه أقدر أصل إلى عقيدة الولاية التكوينية للعباس سلام الله عليه. الولاية إحاطته بالكون، إحاطته بالوجود. أنت الآن تسلم على العباس، بعد من يسلم وياك؟ الآن أكو لحظة من اللحظات لا يوجد سلام على العباس؟ تمر الآن لحظة من لحظاتنا لا يوجد هنالك سلام يترى على العباس صلوات الله؟ من كل الوجود، كل الوجود يسلم على العباس، سلام الله وسلام ملائكته وأنبيائه والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير. هذا السلام اللي مستمر على العباس سلام الله عليه، مولاك العباس يجيبه أو لا يجيبه؟ قطعا يجيبه. وشنو فائدة السلام إذا ماكو جواب؟ لابد هنالك جواب. زين، هذا الجواب لابد أن يكون المجيب سامع ومحيط بمن سلم عليه. معناه العباس صلوات الله وسلامه محيط بكل من يسلم عليه، سواء كان في الأرض أو في السماء، كل من يسلم على العباس. هذا مقام للعباس سلام الله عليه. من نوصل معرفة هذا المقام، السائل يسأل إذن الحسين كيف؟ وين الحسين؟ إذا قلت الحسين وين؟ جوابه من إمامك الصادق يقول له أقبل على شأنك، روح على شغلك، مو شغلك أن تفكر في هؤلاء الأعاظم. شلون؟ الرواية موجودة في كتاب الكافي الشريف. مولاك الصادق صلوات الله وسلامه عليه يشير إلى مقام جعفر الطيار وحمزة ابن عبد المطلب روحي لهم الفداء. الإمام الصادق يقول إذا كان يوم القيامة الله عز وجل يسأل الأنبياء والمرسلين هل بلغوا رسالاتهم؟ يقولون نعم بلغنا. مضمون الرواية الشريف بلغنا. من الشاهد؟ من اللي يشهد لكم
تبليغكم لرسالاتكم لأممكم. القضية مو لله عز وجل، زين، وكم من سائل عن أمره وهو عالم. القضية للخلق، حتى للخلق كله يثبت أن الأنبياء قد بلغوا. زين، من الذي يشهد للأنبياء؟ الأنبياء يقولوا له بعد الشاهد الأول والأعظم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماكو أعظم من رسول الله، هو الذي يشهد لنا وهو الذي يحدق بهذا الوجود. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، أحدق بالوجود. هو يجون إلى رسول الله، الأنبياء يجون إلى رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، الرواية تقول فيأمر جعفر وحمزة أن يشهدا علما للأنبياء، يعني معناه جعفر وحمزة أيضا شاهدان على من؟ على الأنبياء، يعني محيطان بما جرى للأنبياء وبما بلغوا من تبليغهم ورسالاتهم لأممهم. هنا السائل يسأل المولى الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له إذا كان رسول الله موجود يؤمر حمزة وجعفر، الإمام يقول له إيه نعم، وحمزة وجعفر هما الشاهدان للأنبياء يوم القيامة. قال له زين، شاء علي بن أبي طالب وين؟ ليش ما قال الأمير المؤمنين؟ ليش راح لحمزة وجعفر؟ هو احنا المتبادر للذهن مباشرة، زين، شو يقول له؟ مباشرة بعد رسول الله أمير المؤمنين. شنو قال له؟ الإمام الصادق سلام الله قال له علي بن أبي طالب أعظم مقاما من هذا، أعظم الشاهدان على الأنبياء حمزة وجعفر، أما أمير المؤمنين أعظم وأعظم. فالآن إذا عرفنا مقام حمزة وجعفر عرفنا عظمة مقام أمير المؤمنين سلام الله. فهذه الذوات المقدسة التي أحاطت بهم صلوات الله عليهم أجمعين نعرفهم لكي نعرف عظمة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، ونصل إلى هذه الحقيقة اللي تكلم بها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، والرواية أيضا في الكافي الشريف وفي عيون أخبار الرضا وفي غيره. ماذا يقول الإمام صلوات الله عليه إمامك الرضا؟ ظلت العقول وتاهت الحلول وحارت الألباب وخسئت العيون. عن شنو؟ عن معرفة الإمام؟ قال لا، عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز. لا كيف وأنا وهو بحيث النجم عن يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا؟ فمعرفة هذه الذوات المقدسة التي اختارها أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، أنوار يحيطون بأنوار 14 المعصومين، معرفتهم تعرفنا بمقام أهل البيت الأعظم والأعظم. هذا أولا. ثانيا، هنالك مسألة مهمة جدا، الأدب مع المعصوم. احنا لما نتكلم عن المعصوم هو الذي يمثل الله في هذا الوجود. كيف نتعامل مع المعصوم؟ مو احنا مليئين بالأخطاء، مليئين بالاشتباهات، مليئين بعدم الفهم، مليئين بعدم رعاية الأدب مع المعصوم. وإلا بعض أصحاب الأئمة اللي عاصروا الأئمة، أنا ما أتكلم عن أعدائهم، هو أعدائهم قطعا ما عندهم أدب مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أنا مثلا تريدني مثلا أتكلم عن أدب عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هي منين لها الأدب؟ هذه ملعونة، زين، هي التي أسست لسوء الأدب واللعنة على كل من عاد أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، زين. ولكن لما نجي إلى بعض أنصار وشيعة أهل البيت، بعض شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين أساءوا الأدب، مثلا يونس بن عبد الرحمن. يونس مو شخصية عادية. يونس بن عبد الرحمن عاصر على أقل التقادير 4 من الأئمة، 4 من الأئمة، من الإمام الصادق إلى الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه. لكن يونس لما نجي ندرس حياته عدة محطات أساء الأدب مع المعصوم. ليش أساء الأدب؟ لأن هو هذا مقداره بالنتيجة، هو ممدوح، يونس ممدوح، الأئمة مدحوه، ولكن لأنه غير معصوم لم يصل إلى رتبة من شئنا، ما يقدر، خلص. فأنا وياك نحتاج إلى قدوة. من القدوة؟ أصحاب الأئمة. حتى أصحاب الأئمة مو قدوتنا، لأن هؤلاء نفسهم يسيئون الأدب أحيانا، هؤلاء نفسهم يخطئون أحيانا.
يعني مثلا الآن أعلى مستويات في زمننا مثلا إلى ظهور مولانا بقية الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، أعلى مستويات الشيعة منهم مو 313، بعد عندنا أكثر من 313 عند الظهور الشريف، هم أعلى مستويات الناس. مع ذلك إذا تراجع الروايات الشريفة تجد أن ال 313 يخطئون وأخطاء كبيرة مع الإمام المعصوم، أخطاء مع إمام زماننا خطيرة. واحدة منها لما يريد يطلع ذول اللعناء من قبورهم من جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يريد يطلع الجبت والطاغوت عمر وأبو بكر، لما يريد يطلعهم من جوار رسول الله. خو الروايات تقول تحدث زلزلة، عواصف، ما أدري برق، رعد، يتزلزلون ويتراجعون حتى ل 313. حتى ذول 300 الفتنة فتنة خطيرة، فتنة الأعظم. إمامك زين العابدين يقول الفتنة الأخطر أعظم الفتن هي أم الفتن هي هذه. زين، والإمام هيئ نفسه من هسه زين بعد ذاك اليوم ما أدري شلون. عموما الإمام هيئ نفسه هسه ومرتب وضعه وأظهر وخلى الرواية من الشراء وصلبوا الجبتين وموطن نفسه، مو بس قضية لعل لسان وكذا وكلمات يردد، لا موطن نفسه. زين، بذاك اليوم الروايات تقول يطلعون من نفس جيش الإمام اللي هم مع الإمام صلوات الله عليه، يقولون للإمام بل نستجير بالله، بل نتبرأ منك. شلون جاي تتجاوز على ذول كرامة صارت لهم، حطيتهم على شجرة يابس أخضر. عموما فحتى ذول يخطئون. زين، لابد من وجود قدوة تعلمنا كيفية الأدب مع المعصوم، ولازم تكون هاي القدوة بأعلى مستويات الطهارة وبأعلى مستويات الأدب. منو هاي القدوة؟ هذه الأنوار اللي أحاطت بأهل البيت صلوات الله عليه. واليوم احنا بذكر مولاتي أم البنين سلام الله عليه. جيب لي وحدة دخلت في بيت أمير المؤمنين سلام الله عليه وصارت لها مكانة عند أهل البيت أكثر من مولاتي أم البنين. جيب لي وحدة الآن، هذا التاريخ أمامك. وشوي خل نتوقف هاي الوقفة. يعني قضية الزواج من أمير المؤمنين سلام الله عليه مو قضية عادية. ترى بيت أمير المؤمنين مو بيت راحة ولا بيت حياة بشرية حالها، لا، بيت أمير المؤمنين اللي أنا وياك نقرأ في زيارة سيد الشهداء سلام الله عليه. شنو نقول خاطب سيد الشهداء في إحدى زيارته؟ إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم. إدارة الكون من بيت أمير المؤمنين. بيت أمير المؤمنين يدير الكون، وتدخل مولاتي أم البنين في هذا البيت الذي يدير الكون، وتخرج مولاتي أم البنين سلام الله عليها ووجهها أبيض أمام آل الزهراء جميعا. قضية هينة سهلة يعني هذا البيت اللي أدنى كلمة ممكن تكون إساءة أدب بحقهم. من هنا نعرف سر أم البنين وعلقة، وهنا نعرف حاجتنا لأم البنين سلام الله عليه. حاجتنا لأم البنين مو ضاعت مفاتيحي وأقرأ لها الفاتحة لأم البنين. نعم هذا جيد، ما أقول غلط، هذا جيد. مو أنا محتاج فلوس وأسوي لي فاتحة ونذر لأم البنين وأحصل لي مثلا هذا جيد، ما أقول غلط. لكن حاجتنا الأساسية لأم البنين أنه تعلمنا كيف نتأدب في محضر المعصوم. الأدب مع المعصوم مو قضية سهلة، يحتاج توطين نفس، يحتاج عمل، يحتاج جهد، زين، ويحتاج قدوة. هاي القدوة مثلت قمة الأدب أمام المعصوم. غير أم البنين سلام الله عليه وين نلقى؟ غير هؤلاء الأطهار الذين أحاطوا بالأئمة صلوات الله عليه، في غير مولاي العباس سلام الله عليه، مولاي القاسم روحي له الفداء. أولاد أم البنين. فهذه الشخصية حاجتنا لها من هنا تكمن. بعد حاجتنا لأم البنين صلوات الله وسلامه عليها تكمن في هذه القضية. أم البنين تعلمنا كيف نكون ذاكرين لإمام زماننا في كل لحظة من لحظاتنا. أنا بدأت المجلس بهذا الحديث عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه. واقعا هذا الحديث من الأحاديث المهمة واللي بنفس الوقت حديث يألم، لأن أنا لما أشوف نفسي ما أعيش هذا المعنى اللي يتكلم عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، قد يراد أن أشتغل على نفسي حتى أصل إلى هذه المعاني اللي يريدها الإمام سلام الله عليه. شو يقول إمامك الكاظم لما يذكر إمام زماننا، إمامنا الكاظم، الرواية في الكافي الشريف يذكر إمام زماننا ويقول
يتكلم عن غيبته فيسأله السائل: أو يكون فيكم من يغيب؟ قال له: إي نعم. 12 منا يغيب. قال له: شلون يغيب؟ قال له: يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. قلب المؤمن يذكر إمامه في كل لحظة من لحظاته، لا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره. هذا المعنى عايشينه. أنا أتكلم عن نفسي، ما عايش. مجتمعنا اللي أشوفه ما عايش. همنا هم إمام زماننا؟ مو هم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه اللي إحنا نقرأ: أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. هم إمام زماننا: أين معز الأولياء ومذل الأعداء. هذا هم إمام زماننا. هم إمام زماننا أن نعيش هاي الحالة اللي يريدها الإمام سلام، شعارهم: يا لثارات الحسين. هذه عايشينها. الواقع يقول لا. الواقع يقول احنا أساسا مو محتاجين لإمامنا، احنا ما محتاجين لإمامنا. واقعنا يقول احنا كل واحد مرتب وضعه، كل واحد مرتب وضعه، والزين البينة إذا ظهر الإمام خير على خير، ما ظهر بعد شو نسوي؟ حياتنا ماشية، مرتبين وضعنا زين. وكل اكتفى زين بوليجها. هذا حالنا زين. تملأنا الولاج وما تتكلم كلمة إلا زين ويبعدك عن إمام زمانك بأي طريقة. وهذا اللي جاي نعيشه، هذا تأخرنا عن إمام زماننا، إبطاء إمام زماننا عنا بسبب تقصيرنا، بسبب أننا لم نلتفت. وإلا هاي الكلمات اللي قالها المولى بأبي وأمي في التوقيع اللي وصل للشيخ المفيد، هذه يكون نصف لها في سنة حتى نعرف عظمة هاي الكلمات اللي قال: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء في العهد، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. هاي الكلمة خلينا نوقف بيها دقيقة. لما تأخر. الإمام يقول للشيخ المفيد، هاي الرسالة وصلت للشيخ المفيد سنة 410. الشيخ المفيد سنة 413 توفى. 410 وصلت هاي الرسالة. يعني بين بداية الغيبة الكبرى وبين وصول هاي الرسالة تدري كم سنة؟ بالضبط 81 سنة. من بعد 81 سنة إمام زماننا يقول للشيخ المفيد: ترى أنا متأخر عليكم. ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب بالوفاء بالعهد الذي عليهم. أكو عهد بيننا وبينهم، هذا العهد لو اجتمعت قلوبهم عليه لما تأخرنا عنهم، لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا. احنا متأخرين عليكم يا مفيد يا شيعة. بعد 81 سنة الإمام يقول متأخرين. الآن احنا كم بيننا وبين بداية الغيبة الكبرى؟ أكثر من 1100 سنة الآن، أكثر من 1100 سنة، 1115 سنة تقريبا. 1115 سنة إمام زماننا غايب وإحنا ما مهتمين للقضية. كلش طبيعي. وتمر علينا الأيام وتمر علينا السنين، ومحرم يروح ومحرم يجي، وننتظر محرم، ننتظر اللي يريد يطبر، ومنتظر اللي يريد يلطم، ومنتظر اللي يريد يدق زنجيل، وكله جيد زين. منتظر اللي يريد يبكي، منتظر اللي يريد يواسي، بس ننتظر محرم وما ننتظر صاحب محرم. صاحب محرم الحجة بن الحسن، يوم 10 من المحرم يوم الحجة بن الحسن، يوم ظهور الإمام صاحب الزمان في 10 من المحرم، ويفوت علينا 10 من المحرم. وبيوم 10 من المحرم وشوف أمامك الشيعة. هاي شفت ركضة طويريج للحسين. هي شنو معنى ركضة طويريج؟ غير يعني باذلين أنفسنا لكم ومتهيئين مثل ما ركضوا لكم الأنصار ركضوا المولاك الحسين، إحنا نركض زين. وإذا ركضة طويريج إيش تتحول عبارة عن شعارات، ناس تنادي فلسطين وناس تنادي ما أدري شنو، وناس زين بهاي أمورنا الدنيوية. راحت ركضة طويريج زين، اتعنونت شي عنونوها الفلسطين وشو عنونوها ما أدري إلمن وشي. وإمام زماننا وين بركضة طويريج؟ ماكو. يوم 10 ماكو، إمام زماننا ماكو.
ظهر إمام زماننا بيوم العاشر لو ما ظهر؟ ما ظهر. سألنا ليش ما ظهر؟ ما سألنا، بل أكثر من ذلك، تأذينا لأن ما ظهر إمام زمان؟ ما تأذينا. أتكلم عن نفسي، أنا أتكلم عن نفسي وأقر وأنا على المنبر، أنا ما تأذيت ولا اهتميت. يجوز أتصنع، يجوز أحاول كذا، يجوز أحاول أستدرج العاطفة بطريقة ما، بس أنا ما متأذي. أنا أحكيها واقعا، أنا ما متأذي لأن إمام زماني ما ظهر بهذا العاشر، أنا ما متأذي. هذا الواقع سيدي، وهذا المجتمع أمامك، هذا المجتمع أمامك. زين، بينما نشوف مولاتي أم البنين سلام الله عليها، ترى سر أم البنين كلمة واحدة، كلمة واحدة. اجى الناعي دخل، زين، اجت أم البنين قالت له أخبرني عن الحسين، قالها أولادي جعفر، عبد الله، عثمان، العباس. قالت له لا تسولف لي عنهم، سولف لي عن إمام زماني. وين إمام زماني؟ إمام زماني تقول لي أنا جاي أسألك عن إمامي. منو أولادي؟ أولادك مولاتي ذولي بكربلة، ذولي مقاماتهم الملائكة تسلم عليهم. قالت لي أي أولاد؟ أنا ما سألتك أولادي ومن فوق الثرى فدالي أبي عبد الله الحسين. من أولادي؟ سولف لي عن إمام زماني. قال لها العباس. راح العباس العباس اللي كسر ظهر الحسين راح يم البنين. قالت لا أنا سألتك عن العباس. شنو اللي صار؟ الرواية تقول طفل بيدها، وقع الطفل من ايدها، وضعت يدها على خاصرتها، قطع تنيات قلبي. شنو قطع تنيات قلبي؟ ايش يقولون؟ يصعدون قدام الحسين الله يوفقهم. ايش قالوا؟ قالوا العباس مقام عظيم ولذلك كسر ظهر مولاتي. لا أبدا أبدا، مولاتي أم البنين وقع الطفل من ايدها، انثنت انحنت، قالت قطعت تنيات قلبي، مو لأن العباس عظيم، العباس عظيم، بس تدري إذا راح العباس يعني شنو؟ راح الحسين. تدري إذا العباس وقع يعني الحسين أمسك ظهره وقال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. تدري إذا العباس وقع يعني الحسين راح يرجع للخيام يكفكف دموعه. تدري العباس إذا وقع راح الخيام الضج وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل العباس. تدري إذا العباس وقع راح يصيحون طلعوها، يصيحون زينب طلعوها، أو حرقوا قلبها براس أخوها. هاي مولاتي أم البنين، هاي اللي تعلمنا شلون نندب إمام زماننا، شلون نعيش ويا إمام زماننا، شلون ما نشوف غير إمام زماننا. أم البنين أولادها ما كانت تشوفهم، ما كانت تشوف غير إمامها. إمامي حسين أبا عبد الله، ولذلك تنازلت عن كل شيء بحياتها. هذا حق الإنسان، كل إنسان بالعالم حق الاسم. ومولاتي أم البنين تحمل أعظم اسم فاطمة وتفتخر بهذا الاسم، لكن بمجرد أن تدخل إلى بيت أمير المؤمنين يقولون طلبت من المولى أمير المؤمنين روحي لك الفداء سيدي يا أمير المؤمنين، بعد لا تناديني يا فاطمة. ليش يا أم البنين؟ قالت لأولادك حسن، حسين، زينب، أم كلثوم متعودين إذا أنت تنادي يا فاطمة يسمعون جواب أمهم الزهراء، صوت أمهم الزهراء يسمعونه. ما أريد تنكسر قلوبهم، هسه يسمعون غير أمهم الزهراء بأبي وأمي. لا تقول يا فاطمة نور عيني يا أمير المؤمنين، وتركت اسمها وصارت خادمة ونعم الخادم للحسن والحسين ولبيت الزهراء، أخلصت للزهراء. لذلك لما راد يطلع سيد الشهداء بأبي وأمي، راد يطلع من المدينة، تجي أم البنين تجي بلسان الحال، خلي أنا وياك نكون بالمدينة ونشوف المنظر هذا، حال مولاتي أم البنين. وإجت أقبلت أمام الحسين بأبي وأمي، تقول له أحلى سنين عمري وأجمل أيام
أحلى سنين عمري وأجمل أيام يوم جيتكم للبيت خدامة. هاي أمنيتي يا أبا عبد الله، أريد من الله ظلين رافع الهامة، وحاشر باي ولدي تضيعت عابه. أنا تمنيت من الله وترجيت وين الله وعلي يختارني البيت، أطبا خادمة وهالبيت طبيته، بيت التسجدي الأملاك بعتابه. يقولون وقفت أمام مولاي الحسين، طلبت من عنده طلب، قالت له نور عيني يا أبا عبد الله، نور عيني يا حسين، خذني معكم إلى كربلاء، كربلاء خذني معكم إلى كربلاء. يقولون اعتذر منها الحسين بأبي وأمي، قالها تعذريني يا أم البنين، ما أقدر أخذك الكربلاء. ليش مولاي يا سيد الشهداء؟ قال أخافا بالشمس هالمعصبي وخافا يجرح يدك قيد الحديد، ويطوفونك يا يمه بسوق العبيد، وقبر يزيد وقصر يزيد، خايف تدخلين. ترى المصايب عظيمة يا أم البنين، أكو سبي يا أم البنين، أكو طريق طويل يا أم البنين. ما أدري، أحس بقلبك حكاية كأنك تريد تقول ويا أم البنين وزينباه. أيوة مظلومته، علمت أم البنين درت ما تقدر تروح الكربلاء. التفتت لأبو فاضل قالت له يا ابني يا ابن المحامل زين، شدها المدللة زينب وحدها، ويلي المدللة زينب وحدها، وانت يا ابو فاضل ضمدها. ودعت الحسين، ودعت أهل البيت، وحرك الضعن إلى كربلاء، وبقت مولاتي أم البنين تنتظر إيش وقت يرجع الضعن، إيش وقت يرجع خبر أبو علي. وإذا في يوم من الأيام دخل الناعي إلى المدينة وهو ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. يقول أم البنين سمعت الناعي، الناس طلعوا يسألون الناعي ما الخبر؟ قال لهم الخبر عند قبر رسول الله، هناك عند رسول الله راح تسمعون المصيبة. وإذا بأم البنين أقبلت مع الناس وهو ينادي يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. إيش صار يا ناعي؟ قتل الحسين فأدمعه. أيوة سيده، إيش صار يا بشر؟ قال الجسم منه بكربلاء يا مضرج، والراس منه على القناة يدار. اجت مولاتي أم البنين، يقولون أقبلت إلى الناعي، الناعي يصيح قتل الحسين، قتل الحسين، والناس يصرخون في كل مكان. وإذا بأم البنين يقول أقبلت علي امرأة انشق لها القوم سماطين، وقفت أمامي قالت له أخبرني عن الحسين.
الحسين هل هو حي أم ميت؟ الناعي يقول عجيب، أنا أقول قتل الحسين وهاي المرة تقول لي هل الحسين حي أم ميت؟ التفت على الوادم ونادى أضيين هالحرة مذهونة ليش يا بشر؟ قال قلها حسينكم ذبحوه، تقل حسين شلونه ويلي عرفها يا ام البنين وقام ينشيف دمعة عيونه ويقلها يعظم المعبود أولادك بعد ما تعود يا أم البنين. قال لها قتل الحسين فأدمعي مدراره. لما سمعت أم البنين قتل الحسين صرخت صرخة ووقعت على الأرض مغشيا عليها وبقت على الهالة. جتها النساء قعدن مولاتي أم البنين، هاي أم البنين الصار بقلبك مولاتي وين نوديت سيدتي؟ قالت خذوني إلى دار الحبيب، خذوني إلى زينب زينب زينب. شلون اجت مولاتي زينب؟ زينب بلا زلم ردت للوطن يا نورايا فوق الضعن ما منشوره. واجت أم البنين يقولون طرقت الباب حتى تعرف عظمة المصيبة. مولاتي زينب خلت وحدة من الخادمات خلتها على الباب وقالت لها لا تسمحين لأي وحدة من نساء المدينة تدخل للبيت. بس مولاتي زينب قالت حكاية حتى نعرف مولاي زين العابدين لما قال سبينا سبي الروم والديلم. يقول مولاتي زينب قالت لا تدخل علينا بس المرأة المسبية، جيبوا الجواري المسبيات اللي شايفات المصايب اللي مرت بينا. يقول اجت مولاتي أم البنين طرقت الباب، طلعت الخادمة مولاتي زينب قالت ما تدخل علينا إلا شريكتنا في المصاب. قالت روح قل للمولاتي شريكتكم وخادمتكم تريد تواسي. قالت منو أقلها؟ قالت قل لي الهم عباس على الباب. راح أعيدها مرة ثانية، ما راح أقول أم عباس، راح أقول الكلمة اللي تريدها أم البنين. قالت قل لي الهم حسين. أيوة سيدة أم حسين على الباب وليد حسين جت تبكي يا ويلي الفقد الأحباب. سمعتها مولاتي زينب، سمعت هاي البحة بحة الفاقدة، هاي بحة أم البنين ويلي بك زينب وصاحت تلقنها يلا خل نواسيها بالله وياي قوم نساعدنها. هاي أم البنين الراح منها صناديد 4 وبالحرب كالفين. هاي الأبيات إلك يا مولاي يا صاحب الزمان، إلك يا فرج الله، وما نقراها إلا بنية تعجيل فرجك يا بقية الله. مولاتي زينب واقفة. تدرون نسواننا لما يرحل للفاتحة يرحن المصاب وحدة فاقدت لها عزيز على قلبها، ايش يسوى النسوان لما يدخلن؟ احنا نقول علاجا ها علاجا يعني شنو؟ يوقفن قبال ام المصيبه، هاي التنعه وذيك التلطم وذيك التواسي، يعني يقول لها ترى احنا وياك بالمصيبه ها مو وحدك. مولاتي زينب واقفه ومنتظره ام البنين تقابلها. اجت ام البنين ومرت من الحوراء زينب هات عدت ام عباس من زينب ترى او تنشد النسوان يا هالمرة. هاي زينب او تنشد النسوان يا هالمرة، يعني زينب هالكثر متغير. ايوه زينب
هنا مولاك الرضا بأبي وأمي يقول: وأذل عزيزنا يا بقية الله، انت اللي قلتها. وخرجنا بنات رسول الله بعد العز مذللات. العجل يا فرج الله، أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ ويلي يتعدتم عباس من زينب ترى وتنشد النسوان يا هالمرة. هذه زينب، هذه بنت علي، هذه بنت الزهراء. وباوعت لها وقالت لها: ليش يا زينب دمعتك سايلة؟ وليش الصابة براسك مايلة؟ قالت: يم البنين لا تقولي ليش، وانا بحالتي ارد اخبرن لك بهضم ومحنتي. ايش صار يا زينب؟ قالت لها: مالت العصابة من شفت اخوتي نومه وخيول الاعاد صايله. شفت مولاتي يا زينب؟ قالت: شفت جاتنا الخيل واحنا بلا كفيل، وشفت لها بنار صوان العليل. حقي من نبكي وظل دمعي يسيل، بلا ولي والاهل عني شايله. بعد شنو شفتي مولاتي؟ قالت: شفت اخوي حسين نايم عالثرى، وشفت جسمه بالخيول وموذره. يا فرج الله يا صاحب الزمان. بس سؤال واحد: أم البنين بأبي وأمي، هذا بيت الدعاء. أم البنين سألت، صار بالحسين، قالوا لها: يا أم البنين بقي 3 على رمضاء كربلاء. قتل الحسين وترك جسم الحسين 3. شنو اللي صار بعد؟ أحد دفن الحسين؟ قالوا لها: إيه يا أم البنين، دفن زين العابدين بأبي وأمي. هو اللي رجع لأبوه دفنه. يقول: أقبلت على مولاي زين العابدين: سيدي نور عيني يا علي بن الحسين، أنت الذي دفنت الحسين. إي نعم يا أم البنين. قالت: بالله ارد نشدك ما شربت يا دفا، وبخيت قلبي لو تركت حسين عطشان. اكو سؤال بقلب مولاتي أم البنين، تقل له: يا علي السجاد عنده وياك بس نشده. سؤال واحد بس، تقل له: يا علي السجاد عنده وياك بس نشده. يا يما عادة الميت يصير على التراب خده، الميت يخلون خده على التراب يا زين العابدين. يا يما شلون دفنت ابوك حسين وهو راس ما عنده؟ قالها: نايم ابوي شلون نومه وحر الشمس غير رسومه. يقلها: والسدره ما ينشال اشيلن وسدره أين معز الأولياء ومذل الأعداء؟ أين الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ قلب مكسور وأنت بجوار سيد الشهداء، نطلبها صدق من إمام زمان إن شاء الله ورايدينها صدق. أين الطالب بدمه
مولاي يا فرج الله، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ العجل يا صاحب الزمان، إلهي بدم المقتول بكربلاء عجل وسهل فرج مولانا صاحب الزمان يا الله. اللهم بمولاتنا أم البنين اجعل إمام زماننا راضيا عنا يا أرحم الراحمين. إلهي لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا يا الله. من كان في هذا المجلس طالب حاجة من أوصان الدعاء شيعة أمير المؤمنين خدام الحسين في كل مكان، إلهي من كان فيهم طالب حاجة نقسم على الله بمولاتنا أم البنين بأولادها الطاهرين بمولانا قمر العشيرة، اللهم لا تدع للمؤمنين والمؤمنات حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله. اللهم شافي كل مريض من المؤمنين يا أرحم الراحمين. احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، رد كيد